انا بقول لي ليه ولا عليا؟ طب بس انا اقول لك لا، الزمالك لو لعب بكره يكسب، ايه المشكله؟ هو الزمالك مش هيلعب خلاص اعتذر. اقول لك لو لعب هيكسب ويكسب وسكور كمان، اقدر اقول كده، بس انا ما بقولش كلام بهجس فيه وخلاص، انا بقول لك الحقيقه. الزمالك لو لعب هيخسر وهيخسر بسكور، زي ما انا قلت لك كده ماتش الزمالك الاخير إيه؟ الحمد لله ان الزمالك خسر 1-0 بس او 2-1 بس، ده كان ممكن تبقى فضيحه. وانت برضو الكلام ما عجبش وبتاع، وهي دي الحقيقه. انا عارف انا بقول لك ايه، انا عارف انا بقول لك ايه، انا كنت بلعب في الفرقه دي ولامسها كويس قوي وحاسس وبعرف ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ احنا لعيبه نادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي دي في الوقت الحالي بتلعب في ال11 في التيم، دي لعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها، لعيبه بتشوف لعيبه النادي الاهلي في الملعب بيجي لها يعني حاله مش طبيعيه. ليه ما لسه كسبانين الاهلي السنه اللي فاتت في الكاس؟ ده كان ظرف كده وخلاص يعني. ظرف. كان ظرف، انا بقول لك هو كان ظرف. ظرف وخلاص يعني. بقول لك اللعيبه دي ماتش الاهلي لو طول شويه بتاع الكاس ده، لا النادي الاهلي تلاقيه تعادل في الدقيقه 94 الدقيقه 95، ممكن يلعب بلينات ويكسب، زي ما بقول لك كده.